البدله الرصاصي والكرافته النبيتي بتوع الامتحانات من هنا، والمدرسه كلها تفضل تلف وراه وتتنهد. وبعد ما يخلصوا لف يجولي ويقولوا لي يا بختك زي القمر. طبعا لازم يجولي، ما هو كان يخصني انا. حكم احنا كنا مقسمين المدرسه، علي بتاع عزم، ومحمد بتاع صح، وابراهيم بتاع منى، ومدحت بتاعي انا. عايزين تعرفوا قصه حبنا بدات ازاي؟ بدات في اليوم اللي قال لي فيه اعربي ما تحته خط. واول ما خلصت الاعراب بصلي وسبلي وقال لي شاطره يا هاله. ايه ده؟ يا هاله؟ ده عارف اسمي، ده واخد باله مني. لا، والتون بتاع صوته وهو بيتكلم كان حنين قوي وكان بيرتعش. لا، ده اكيد بيحبني. اكيد بيحبني. تقعدوا تفتكروا ان انا مجنونه والموضوع كان مجرد ان حد ناداني بالاسم كده وبس. لا، انا ركزت معاه وتابعت نظراته ولفتاته وهمساته ووقفاته وسكتاته، واصحابي كلهم تابعوا معايا واكدوا لي انه بيحبني. ما دام بيحبني يبقى حتما ولابد يتجوزني. حب الشريف لازم ينتهي بالجواز، وقعدت احلم بيت صغير وانا وهو قاعدين نصلح الكراسي ونهزر وندلق عليها الشاي، وهو يضحك يقول لي فداكي يا حبيبتي، يكشي يسقطوا كلهم، وانا ارد واقول له يولعوا يا حبيبي. هم اصحابي لقوا ان الموضوع افور معايا قوي، قالوا لي يا بنتي فوقي، انت مدركه الفرق بينك وبينه كام سنه؟ قلت لهم بقرف، قلت لهم فرق السن ده هيخليه يحتويني يا جهله. انا ساعتها كان عندي 17 سنه وهو كان عنده 45 سنه، يعني الفرق ما بيننا 28 سنه. بسيطه. كتير؟ مش كتير على فكره. بعدين الحب ما بيعترفش بالفوارق دي. انجي وعلي عملوا كده، شارع الحب بيقول كده. حتى ماجدة وعمه عزيز حبوا بعض، ولولا ان زكي رستم كان رخم واخواته كانوا حيزبونات كان حبهم فضل الى الابد. بس هو انا هفضل قاعده مستنياه للابد ولا ايه عشان يتكلم؟ استنيته ينطق ما بينطقش، يقول لي حاجه ما بيقولش، هيتكلم في المدرسه ما بيتكلمش. سبت المدرسه ولفيت من طريق رأس رجاء الصالح وبقيت اروح على صاحبتي اللي بتاخد عنده درس عشان اسلم عليها، رغم اني سايباها في المدرسه من ساعتين عشان اديله فرصه يتكلم بره المدرسه، برضه ما اتكلمش. واكيد قلقان من فرق السن اللي بينا وخايف ان انا ارفضه، هو محتاج تشجيع. انا لازم اصارحه عشان يتجرأ، بس اقول له ازاي؟ حاجه اقول له كده في وشه انا بحبه ده الكسر. طب اكتب له جواب؟ لا، بس ده يبقى دليل مادي عليا. فضلت افكر لحد ما توصلت الفكره الاولانيه. هو مدرس عربي وانا بحب الكتابه، بس انا هكتب له قصيده شعر اعبر له فيها عن كل مشاعري، واديله قصيده عشان يقيمها شعريا. هيبقى يفهم بقى. فعلا كتبت القصيده وده كان مطلعها. الصب تفضحه عيوني واخشى ان تفضحني عيوني. ويلي فيما افكر، اللعنه عليك ظنوني، اتحلمين بحبك وامتلاك قلبي، استحاله المستحيل بيني وبين ظنوني. واديت له قصيده وقراه وقال لي لازم تدرسي بحور الشعر على فكره، الوزن بايظ عندك خالص. هات الست والدتك بس كده. لا يا جماعه، هو اكيد اتخض بس من الموقف وبيقلب الموضوع في دماغه وهيقول حاجه، اكيد هيعمل حاجه. فعلا بعد اسبوع واحد بس جه كلم صاحبتي الانتيم وقال لها انه عايزها تشوف له عروسه، بس بشروط معينه. اولا تكون بيضه، انا طبعا، وتكون كمان صغيره في السن، يعني اخرها
25 سنة. طبعا 17 ل 25 ما فرقتش كتير. وإنها كمان تكون مربربة. ويمكن قصده قابلة للربابة مستقبلا، يعني جايز احتمال. وتكون كمان دكتورة أو مهندسة. يا بنتي صدمتني، قتلتني، دمرتني. عارفين الصدمة الأكبر كانت فين؟ إن صاحبتي الواطية جابت له العروسة فعلا. دكتورة صيدلانية بتشتغل جنبه. أيوة، مفيش صاحب بيت صاحب. أنا عرفت من هنا اتجننت. مين دي اللي عايز يتجوزها عليا؟ فيها إيه يعني زيادة عني؟ وصممت إنها لازم أشوفها. خدت مجموعة من أصحابي الجدعان وطبينا عليها كلنا في الصيدلية عشان نشتري شيبين. طبعا خلينا الست من فوق لتحت اليمين للشمال وهي واقفه مستهله. خدنا فيفا ما بنمشيش، خدنا الباقي ما بنمشيش. حبايبي عايزين حاجه تانية؟ لا احنا مش عايزين، احنا واقفين. فين وفين على ما ربنا كرمنا وخرجنا من الصيدليه. اول ما خرجت بصيت لهم قلت لهم ايه؟ طب ايه؟ ايه؟ قالوا لي لا طبعا انت احلى منها 100 مره. طبعا انا كنت متاكده من ده عشان ربنا ما بيسيبش حد. الدكتوره المحترمه رفضت. احسن يستاهل. بس خلاص انا مبقاش فارق معايا ترفضوا تقبلوا، انا كده كده قررت ان انساه. وربطت على قلبي وفضلت اعيد وازيد في اغنيه لا مش انا اللي ابكي. وعيطت وسحسحت وانا بسمع تخونوا وعمري ما خانكم. وضحكت على نفسي كتير وانا بسمع قالوا لي هاني الود عليه وافتكرك يا هبله عشان ينساكي. وفضلت على هذا الحال لحد ما خلصت الامتحانات وسبت المدرسه. وفي نهايه عام 2023 العبد كنت بفر في الفيسبوك. بعدين لقيت في حد معلق عندي فريند عندي. تفتكروا الحد ده مين؟ تفتكروا الحد ده مين؟ لا زميلي استاذ مدحت. اول ما شفت الاسم شكيت فيه، دخلت على البروفايل بتاعه اتاكدت ان هو. قلت اقلب بقى في البروفايل يمكن الاقي صوره ليه مع حبي القديم. فعلا لقيت، وقعد قلبي يدق وانا عماله اكبر في الصوره اكبر في الصوره. واول ما ملامحها بانت انفجرت في الضحك. انا يا جماعه كان زماني دلوقتي حرم جده مدحت اللي باين من الصوره جدا انه داخل على 80. بس تفتكروا كان هيقدر يحتويه؟ أبجد هوس حط الكلام شكل الأستاذ ده منسجم. أبجد هوس حط الكلام شكل الأستاذ ده منسجم. أستاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بيميل ويطير بيميل ويطير. أستاذ حمام نحن الزغالين نحن الزغالين من غير جناح بيميل ويطير. المكر فينا ده طبع جميل إن قلنا لأ يعني نعم. أبجد هوس حط الكلام شكل الأستاذ ده منسجم ده منسجم.